حلقة النهاردة هتكون قوية مع فيلم مختلف من نوعه، والأول مرة من فترة طويلة أبقى رافع سقف توقعاتي لفيلم مصري، وسقف توقعاتي ما ينهارش على دماغي والفيلم يطلع كويس فعلا. وعشان كده خليني أقول لك يا مساء الجمال يا حبيب أخوك، عامل إيه؟ أنا نرد أفلام، والنهاردة جاي أكلمك عن فيلم أسد بدون حرق طبعا، والفيلم بيعرض حاليا في السينمات ويعتبر من أفلام عيد الأضحى، وده الفيلم اللي بسببه محمد رمضان قعد 3 سنين ما يعملش لا أفلام ولا مسلسلات عشان بيصوروا. وفي الحلقة دي هكلمك عن الفيلم وعن إخراجه، وطبعا لازم هنقارن الفيلم بالتاريخ. وآخر فقرة معانا هي واحدة من فقراتنا المميزة، وهي فقرة نرد تاريخ، واللي هحكي لك فيها قصص تاريخية عن العبيد. شوف يا حبيب أخوك، أنا قبل ما أشوف الفيلم ده كان عندي 3 تخوفات. هل الفيلم ده شبه فيلم جانجو أنشيند؟ وإيه الفترة الزمنية اللي بيمثلها الفيلم لو هو مش بيمثل ثورة الزنج؟ وهل هيمثل الفترة الزمنية دي كويس ولا لأ؟ والسؤال الأخير، هل الفيلم ده مستعد يكون قاسي وياخد قرارات جريئة؟ لأن احنا بنتكلم عن العبيد. وطبعا في الريفيو بتاعت النهارده هنجاوب على كل الأسئلة دي، وهنتكلم عن أولاد كيمة القوميين اللي مش عاجبهم الفيلم. أولا، قصة الفيلم بدون حرق بتحصل في منتصف القرن ال19، يعني في ال1800، وقت ما كانت تجارة الرقيق لسه قانونية في مصر، وفي سوق للنخاسة وتجارة العبيد، لحد ما بيصدر والي مصر والسودان قرار بمنع تجارة العبيد، وإن اللي عايز حريته منهم يقدر يطالب بيها. ولكن الأسياد والتجار ما عجبهمش الكلام ده، فبيناضل العبيد وأولهم أسد عشان ينالوا حريتهم حسب المرسوم اللي أصدره الوالي. ومن هنا هتنطلق قصة فيلمنا. الفيلم فيه عناصر كتير كويسين، من أول المخرج محمد دياب، مخرج مسلسل مون نايت، واللي اشترك في كتابة الفيلم مع اخواته آل دياب. سواء الإخراج أو الكتابة الاتنين كانوا أقوياء جدا، ولكن الكتابة كانت أكتر تماسكا، ودوافع الشخصيات بالذات شخصية أسد كانت أكتر من رائعة، ومش ماشية في خط مستقيم، يعني دوافعه كانت بتتغير مع مرور الأحداث. أما المخرج محمد دياب فأنا قطعا بحييه على كل القرارات الجريئة اللي أخدها في الفيلم، لأن في بعض المشاهد كانت صعبة ودموية، والفيلم ما كانش هيكون كويس من غيرها. ولكن على المستوى البصري بقى حسيت ان محمد دياب لعب السهله، يعني الكادرات كويسه والسينماتوجرافي عادي. وبكل صراحه يعني ما اخبيش عليك يا حبيب اخوك، انا كنت مستني ابهار بصري في الفيلم ده، ومحمد دياب كان عنده فرصه ان هو يقدم الابهار البصري. يعني في بعض المشاهد وانا كنت بتفرج كنت بتخيل لو الكاميرا محطوطه بزاويه تانية الكادر ده كان ممكن يكون لوحه فنيه، لان طبيعه الاماكن اللي اتصور فيها الفيلم كانت تساعد على ده جدا. فمن رايي المتواضع دي كانت من الفرص الضائعه في الفيلم. ولكن نرجع تاني للكتاب، اللي زي ما كتب مشاهد جميلة دراميا تبين معاناة العبيد، فهو كتب مشاهد صادمة زي مشهد غرق الأطفال. مشهد زي ده لو حد قلبه رهيف شويتين ممكن عينه تدمع، لأنه مشهد هيحسسك أنت كمشاهد بالعجز وصعوبة القرار الأخلاقي اللي المفروض يتاخد في موقف زي ده. وده كان بالنسبة لي من أفضل مشاهد الفيلم وأكثرها حدة، على الرغم من وجود مشاهد كتير حادة في الفيلم، والأكشن كان متواجد وبكثرة في النص التاني من الفيلم. ولكن لا شيء يضاهي المعركة قبل الأخيرة، المعركة اللي كانت عبارة عن سيكونسز كتيرة من الأكشن ورا بعض، وكلهم بيحصلوا في مكان واحد. وسواء تصوير المعركة دي أو تنفيذها، فأنا مش فاكر إمتى آخر مرة شفت فيها سيكونسز كتيرة من الأكشن بالحلاوة دي وبالإتقان ده في فيلم مصري. وهنا نيجي للأداء التمثيلي، وتحديدا لازم أبدأ مع أعلى أداء تمثيلي في الفيلم، وهو قطعا محمد رمضان. سواء كنت بتحبه أو ما بتحبهوش، لو شفت الفيلم فأنت مش هتقدر تنكر قد إيه هو شاطر. رحلة الشخصية اللي بيمثلها اللي هو أسد على الورق هي مكتوبة بشكل كويس، وكانت محتاجة حد بشطارة محمد رمضان عشان يعملها، لأنها شخصية فيها تحولات كتير على مدار القصة. أقل تحول فيهم إن هو هيتحول من عبد القائد، وبيتعرض لصدمات أكتر ما بينتصر. وحقيقي من أول الفيلم لآخره مفيش مشهد واحد وحش لمحمد رمضان بالنسبة لي، فالفيلم ده قطعا يستاهل ال3 سنين اللي ضحى بيهم عشان يعمله. وده هيوديني لتخوف تاني في الفيلم، إن شرير الفيلم المفروض إن هو علي قاسم، واللي كل أدواره السابقة عبارة عن إن هو رجل الماتشا وخدي نفس عميق واهدي وكل الترول ده. في فيلم أسد بقى لما تساب له مساحة واسعة إن هو يمثل فيها، فأنت قبل نص الفيلم هتكون كرهت شخصية يكن اللي هو بيعملها، وده قمة النجاح التمثيلي. الفيلم أحداثه في نص ال1800،
يعني وقت حكم أولاد محمد علي. وفي فيلم أسد ما اتقالش اسم والي مصر بصراحة، بس كان دايما بيشار له باسم أفندينا أو الوالي، واللي هو الخديوي يعني. وبرغم إن ماجد الكدواني ما كانش له مشاهد كتيرة في الفيلم، إلا إنه الأنسب في دور الخديوي، وحتى هو ساكت كان له هيبة. وهنا نوصل لأول تساؤل: هل الفيلم ده شبه فيلم جانجو أنشيند؟ الإجابة قولا واحدا هي لأ. هو الفيلم بينهم تشابهات، يعني الفيلمين بيتكلموا عن العبيد، والفيلمين فيهم أكشن، بس في الحقيقة الفيلمين مش شبه بعض خالص. ولا أبو لسان طويل علي قاسم مش عامل نفس الدور اللي كان عامله ليوناردو دي كابريو، لا. وهنا نوصل لتساؤل أولاد كيميت والقوميين: هو ليه الفيلم ده فيه سودانيين كتير؟ قبل ما أجاوبك عايز أقولك إن أنا مصري ومن اسكندرية، فلو حد ناوي يشتم يراجع نفسه. خليني قبل ما أجاوب أديك شوية حقائق تاريخية كده. وقت أحداث الفيلم مصر والسودان كانت بلد واحدة تحت حكم الوالي. ثانيا، وقت الفيلم كان العبيد بيتم جلبهم من وسط أفريقيا والحبشة، وأكبر تجار الرقيق كانوا في السودان أساسا. وده خلينا نجاوب على السؤال ليه في سودانيين كتير، لأن ببساطة دي أكتر حاجة دقيقة تاريخيا في الفيلم أساسا. يعني النقطة دي ونقطة اللبس والأسلحة دول أكتر 3 عناصر فيهم دقة تاريخية اتعملوا في الفيلم. ولكن على الناحية التانية بقى، تاريخيا مصر ما كانش فيها ثورة عبيد أساسا. وطبعا هنتكلم عن موضوع العبودية في مصر وثورة الزنج، وكله جاي في فقرة نرد تاريخ برضه. يمكن الفيلم بجانب إنه ملحمي وكله مشاعر ومتقن في تنفيذه، بس إحنا لسه ما اتكلمناش على إن الفيلم تطرق لموضوع ما شفناهوش في أعمال عربية كتير قبل كده، وهو موضوع الرق والعبودية. المهم بقى إن الفيلم الملحمي ده ما كانش ينفع من غير مزيكة هشام نزيه. الراجل ده أنا بحبه وبحب مزيكته قوي يا جدعان. قبل ما نقيم برضه أنا محتاج أذكر بوستر الفيلم، لأن سواء البوستر الجماعي اللي فيه كل الأبطال أو البوسترات الفردية للأبطال فالاتنين عجبوني، لأنك لو بصيت لهم هتحس إن هم لوح مرسومة من العصر ده. وأخيرا وقبل التقييم عايز أقولك إن فيلم أسد ابتدى عرضه قبل العيد الكبير بأسبوعين عشان يتشاف أكتر ويتجنب الصراع مع فيلم 7 دوجز، وده كان قرار حكيم، لأن برغم إن فيلم أسد هو فيلم قوي واداني أمل في صناعة السينما المصرية، وحقيقي أنا أتمنى النجاح لعمل بالجودة دي، إلا إن ببساطة فيلم أسد مش فيلم عيد ولا يصلح لجمهور العيد. ودلوقتي نوصل للتقييم، وتقييمي لفيلم أسد هو 7.5 من 10. الفيلم هو تجربة سينمائية جميلة وجريئة وصادمة. وتاني أحب أحيي كل القائمين على الفيلم ده، وطبعا الفيلم لا يصلح للأطفال بسبب الدموية اللي فيه. ودلوقتي أخش على فقرتي المفضلة، فقرة نرد تاريخ. في فقرة نرد تاريخ في نقطتين بالتحديد عايز اغطيهم: اول حاجة العبودية في مصر وازاي انتهت والثورة السودانية، تاني حاجة ثورة الزنج، ودي الحاجة الرئيسية اللي مستوحى منها فيلم اسد. اول حاجة كده خليني اقول لك ان ما حصلش ثورة عبيد في مصر اساسا. في مصر العبيد اللي فعليا حكموها كانوا المماليك، واللي هم كانوا عبيد تم جلبهم للقتال وفضلوا يترقوا لحد ما حكموا مصر، واللي محمد علي قضى عليهم تماما في 1811 في مذبحة القلعة. وطبيعة عمل العبيد في مصر ما كانتش قاسية وعنيفة زي أمريكا مثلا، لأن العبيد في مصر كانوا بيشتغلوا خدم في البيوت أو في الأرض، وكان بيحصل عتق لعبيد كتير كنوع من التقرب لله من المصريين. طب تاريخيا بقى إزاي وإمتى تم إلغاء العبودية من مصر؟ في سنة 1877 الخديوي إسماعيل أصدر مرسوم بمنع جلب وتجارة الرقيق، والحكومة عملت مكاتب عتق، بمعنى إن العبد بيروح المكتب ده بياخد تذكرة حريته، ودي زي شهادة كده. ولكن استمر تهريب العبيد لمصر وبيعهم في أماكن مقفولة للبشوات. وبعدين اندلعت في السودان الثورة المهدية، وأحكي لك عنها دلوقتي. وبعد القضاء على الثورة المهدية جزئيا تم إصدار قرار سنة 1885 من والي مصر والسودان، وده كان القرار النهائي والفعلي بتجريم جلب وبيع العبيد. وعلى ما بدأت الحرب العالمية الأولى في 1914 ما كانش فيه أي دليل في أي وثيقة إن بقى فيه عبيد في مصر. طب إيه هي الثورة المهدية اللي قاومت قرار الوالي بإلغاء العبودية؟ والثورة دي كانت في السودان. شوف يا حبيب أخوك، قبل ظهور المهدي قائد الثورة بسنين كان قرار إلغاء الرق طلع من والي مصر والسودان، فالجنرال الإنجليزي تشارلز جوردن كان متعين كحاكم للسودان، وصادر عبيد كتير وصادر أموال تجار الرقيق. فعائلات كبيرة في السودان ناموا أغنياء صحوا مفلسين، قبائل كبيرة زي الدناقلة والجعليين، فده كان بالنسبة لهم انهيار لنظام اقتصادي
اقتصادي كامل، وكان في تجار كبار زي الزبير باشا رحمة وابنه سليمان كانوا زي ما تقول كده بيقودوا جيوش صغيرة من العبيد المسلحين والمدربين على أعلى مستوى. ففي سنة 1881 لما أحمد محمد المهدي ظهر ودعا للثورة ضد الإنجليز والحكومة المصرية، تجار العبيد الساخطين واللي خسروا كل فلوسهم انضموا له. بس في الحقيقة الثورة المهدية قامت ضد ظلم الإنجليز وضرائبهم اللي كانت عالية، بس كان سبب غير مباشر في نجاح الثورة الجزئي هم قوات تجار العبيد. ولما الثورة دي نجحت جزئيا، وانا بأكد كل مرة على موضوع جزئيا، العبودية استمرت في السودان. بريطانيا بقى على الناحية التانية كانت بتمارس دورها التاريخي، انها كانت بتقول في الصحافة انها عايزة تقضي على العبودية في السودان عشان السودان دي تعتبر بلد متخلفة ان لسه فيها عبيد. بس في الحقيقة بريطانيا كانت عايزة تستعمر مش اكتر. وفي سنة 1898 الانجليز والحكومة المصرية قاموا بحملة موسعة على السودان عشان يقضوا على الثورة ويستردوا السودان، واستردوها فعلا. فاحنا كده خلصنا الكلام على اول نقطة بتاعة العبودية والغائها في مصر. ودلوقتي هاخدك وهنرجع في الزمن لورا شويتين 3 4، لان فيلم اسد مستوحى فعليا من ثورة الزنج، ودي اللي حصلت في اخر الخلافة العباسية. ثورة الزنج هي واحدة من الأعنف إن ما كانتش أعنف ثورة في التاريخ الإسلامي بسبب الدموية اللي كانت فيها، والثورة دي استمرت 14 سنة من 869 ل 883 ميلادية في أواخر العصر العباسي وفي العراق تحديدا. الأول محتاجين نعرف مين هم الزنج. العرب كان عندهم ناس سمر كتير بس كانوا عرب، ولكن لفظ الزنج بيطلق على شعوب وسط أفريقيا وشرقها. طب مين ودى الزنج دول للعراق؟ القيادة العباسية وقتها قررت انها تستصلح اراضي كتيرة في جنوب العراق، والاراضي دي كانت صحراوية ومستنقعات، فالعمل فيها كان قاسي جدا وغير آدمي، فجابت عشرات الالاف من العبيد عشان يشتغلوا في الاراضي دي. قائد الثورة بقى كان علي ابن محمد، وهو ما كانش اسمر اساسا، ده كان شاعر عادي وادعى نسبه للامام علي بن ابي طالب، ولكن المؤرخين والعباسيين نفوا النسب ده. وعشان يأجج مشاعر الثورة في العبيد استخدم معاهم طريقة الخوارج الأزارقة، ودي طريقة من طرق الخوارج المتشددة واللي كان فيها بيتم تكفير المسلمين وإباحة دمهم بكل دم بارد وبعنف غير مبرر. وانضم لعلي ابن محمد الفلاحين والعبيد اللي كانوا شغالين في الأراضي دي وأسسوا عليها دولة ليهم. هي ما كانتش دولة، هي كانت مدينة صغيرة وسموها المختارة، وعملوها بعد ما حرقوا مدينة البصرة وقعدوا يقتلوا في أهلها لمدة أيام. ولأن عاصمة الزنج اتعملت جوه المستنقعات فكان صعب على جيش الخلافة العباسية إن هم يخترقوا المدينة. وكمان الخلافة العباسية وقتها كانت داخليا بتعاني من الفوضى والصراعات، ولأن على مدار السنين كل محاولات اختراق مدينة المختارة بتاعة الزنج كانت بتفشل، فقائد الجيش العباسي عمل مدينة تانية صغيرة قدام مدينة المختارة وسماها مدينة الموفقية، وبكده هو كان قادر يحاصر مدينة المختارة ويقطع عنها أي إمدادات. ابتدت الحرب النفسية عن طريق إن هو أعلن عن عفو كامل عن أي حد من جيش الزنج هيسلم نفسه، وبسبب الحصار الشديد ابتدى قوات جيش الزنج يسلموا نفسهم للجيش العباسي. وفي سنة 883 بعد سنين من الحصار والجوع سقطت مدينة المختارة وقتل قائد جيش الزنج. وبسبب الثورة دي وخسائرها انتهى في العالم العربي والإسلامي العبودية الكثيفة اللي قايمة على الزراعة من بعد ثورة الزنج، والعبودية بقت مقتصرة على الخدمة في البيوت والحراسة بس. وأيوة ثورة الزنج دي هي اللي مستوحى منها فيلم أسد بشكل كبير، بس طبعا مع اختلاف الفترة الزمنية ومع اختلاف المكان، بدل العراق بقت مصر. ولو لاحظت بقى هتلاقي ان ثورة الزنج بدأت زي ما قلت لك عشان في عبيد كتير شغالين في مكان واحد، ده نفس السبب اللي هيشعل ثورة العبيد في امريكا بعديها بسنين طويلة قوي، ومع اختلاف طبعا المكان، لانه دائما وابدا يا حبيب اخوك التاريخ بيحب يعيد نفسه، وانا دايما بحب ارجع للتاريخ. وبس كده يا حبيب اخوك، شكرا على المشاهدة. لو بتتفرج لحد هنا اعرف ان انا بحبك، وبس كده، سلام عليكم. قفل يعني.